ازيكم يا جماعة؟ معاكم المهندس أحمد من قناة حليم تك. النهاردة هنتكلم عن برنامج بيفيدنا كلنا وبنحتاجه دايما باستمرار، وبالأخص هو بيعتبر منقذ الكمبيوتر أو منقذ اللابتوب. هنتكلم النهاردة عن برنامج الرافوس. الرافوس ده أداة برنامج بنقدر نستخدمه إن هو بيحرق الويندوز على الفلاش، أو بيحرق أي برنامج إقلاع بوتي على الفلاش. طيب، أنا النهاردة معايا فلاشة، والفلاشة دي انا عايز اخليها عليها نسخة ويندوز. الفلاشة مثلا هي عندي وانا عايز اخليها عليها نسخة ويندوز. فهعمل ايه؟ كل اللي عليا ان انا حطيت الفلاشة في الكمبيوتر طبعا، وهفتح البرنامج. دي شاشة البرنامج. اول ما بفتحه بيلاقي لي فوق اسم الفلاشة، وبعد كده من هنا المفروض ان انا هختار لو انا عايز اعملها ان هي تبقى فري دوس او نوت بوتابل، تبقى فلاشة برضو عادية، او ان انا عايز ادخل فيها الاسطوانة نفسها. فهختار من هنا مكان السي دي او الايزوهاية اللي موجودة عندي، وليكن هي اللي على الديسكتوب دي، وهختار من هنا. دي طريقة الفورمات بتاعتها. هنختار من هنا بقى اذا كانت هي ام بي ار ولا في اختيارات تانية نقدر نختارها، بس دي ولا اليوفي اللي هي دي للاجهزه العاليه. الام بي ار دي يا جماعه بنختارها للاجهزه الضعيفه او الاجهزه اللي هي مش كور اي في الاجيال اللي هي العاشر او الثامن. اجيال اقل من الثامن اللي هي سادس رابع بنختارها اللي هي الام بي ار، او طبعا اول تاني والكورت ديو والكورت كواد والانتل العاديه اللي هي السيلرون العادي. فنختار لها الام بي ار. من بعد الجيل الثامن بنبدا نختار ان احنا من هنا اختيارات اليوفي، عشان نسخه الويندوز بتتحرق بطريقه مختلفه غير الام بي ار خالص، فطبيعي ان الجهاز نفسه اصلا ما بيشوفهاش لو هي ام بي ار. انا مثلا النهارده رحت انا نسخه الويندوز قدامي هي خلاص، انا اخترت الام بي ار واخترتها اللي هي دي زي ما هي، بسيب كل حاجه زي ما هي. هو الابلكيشن بيشوف افضل حاجه للفلاش، وبعد كده هدوس ستارت. لما بدوس ستارت بيسالني ان هو هيفرمت الفلاشه، فهل انت موافق على ان الفلاشه دي تتفرمت ولا لا. وطبعا لو انت موافقتش ما بيكملش اصلا البروسيس بتاعتها. فكل اللي احنا بنعمله بنقول له اوكي، وهو بيبدا ان هو بيفرمت الفلاشه، وبيقسم الفلاشه، بيظبطها، بيحط فيها الملفات البوتينج، وبعد كده بيبدا يحط لي الويندوز بيحرقه على الفلاشه. ده باختصار برنامج الروفوس، وهو برنامج قوي جدا وبرنامج يعني بينقذ فعلا الاجهزه. واي استفسار او اي حاجه عايزينها بخصوص برنامج معين او معلومات خاصه ببرنامج معين ممكن تكتبوا لي في التعليقات، وان شاء الله هقدر اجيب البرنامج وهشرحه لكم شرح وافي. طبعا عشان نقدر نحمل برنامج الروفوس ده يا جماعه، هو دلوقتي بيخلص الفورمات. طبعا عشان نقدر نحمل برنامج الروفوس ده بكل بساطه، انا هسيب لكم اللينك طبعا في الديسكربشن. هندخل على الكروم مثلا، ندخل على جوجل، ولو كتبنا روفوس بس في السيرش هندخل على الويب سايت بتاعه. هنلاقي كلمة داونلود تحت ايه شوية، داونلود، هنختار اخر فيرجن ده ونقول له داونلود. كده احنا شرحنا البرنامج في كل حاجة. كان معكم مهندس احمد من قناة حليم تك. ما تنسوش لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس وتعملوا شير كتير على قد ما تقدروا. شكرا والى اللقاء.